اهلا وسهلا بحضراتكم، اسعد بلقائكم في حلقه جديده من 30 عقده الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال من اخ عزيز وفاضل بيقول: عايز اعرف طريقه ربط الصور الايمج لايبرري. الايمج لايبرري دي موجوده عندنا وهنشرحها باستفاضه ان شاء الله بعد العيد من خلال سيكشن ال 3 دي جوه جربر بقى، غير ال 3 دي بتاع كلو 3 دي. هنا عندنا جيربر بيوفر لنا 3 دي جوه البرنامج نفسه، ازاي البس الافاتار، ازاي اتحرك بيه، ازاي اتشيك على. وانا يعني من وجهة نظري المتواضعة ان الباترون من خلال جيربر 2 دي يكون دقيق جدا جاهز للبرودكشن واطبق على ال 3 دي بعد كده. لكن فكرة ان انا ارسم في كلو على المانيكان واقول ده باترون فهو مش دقيق بالمرة، والكلام ده على مسؤوليتي الشخصية واتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب، لما نيجي هنا اول حاجة نعملها ان احنا نفتح حاجة اسمها الهيدن فايل من فيو، وهقول له هنا شو واعلم صح على الهيدن فايل انك ما تخفيليش اي ملفات، لان في عندي في السي بيبقى فيه بروجرام داتا موجود فيها كل الحاجات الخاصة جيربر تكنولوجي السلويت 2000. ويمكن شرحنا ده في عقدة من العقد لما حد كان بيسأل على الألوان بتاعت الخامات ألونها ازاي. فهنا هلاقي الأفاتارز وهلاقي الأكسسوارز ال 3 دي أهو. هلاقي عندي البوتوم الزراير كلها موجودة. هلاقي عندي البلاكتس اللي هي العصفورة بتاعت القميص. تعالوا وريني كده أهي، تمام كده. هلاقي عندي كمان الخياطات بتاعت الستitch اهي. كل ده هروح اعمل فايل جوه الايمج لايبرري واقول له انا عايزك تحط لي الملفات دي كده. طيب، هاجي هنا اول حاجه اعملها ان انا هخش في الاكيو مارك اكسبلورر من الفايل هنا، اقول له اوبشنز واحدد الايمج لايبرري بتاعتي هتكون فين. هتكون في السي ولا في الدي؟ احنا دايما زي ما بنقول نخليها في الدي عشان خاطر لو لا قدر الله الويندوز بتاعي وقع يبقى انا في السيف سايد ما عنديش مشكله خالص. هاجي هنا الايمج لايبرري اهي واقول له سي، يبقى انا حددت كده الايمج لايبرري موجوده فين، واقول له هنا ابلاي اوكي. تمام كده. لما عملت ده في السي ظهرت عندي الايمج لايبرري هنا في السي عندي هنا. هيحط لي جوه اليوزر روت، هنشوف مع بعض دلوقتي اهو. هنلاقي حاجه اسمها ايمج لايبرري دي ما كانتش موجوده. تمام كده، ما كانتش موجوده قبل ما انا اروح افعل من الكونفيجريشن. تمام كده. طيب جوه هنا بقى وانا واقف جوه الاكيو مارك هخش جوه اللايبرري وهاجي هنا اقول له نيو ايمج لايبرري فولدر. هتسميه ايه؟ هسميه بتاع الزراير بوتوم مثلا اهو. ينفع اروح من السي عندي في السيلويت 2000 هنا جوه الزراير دي هنا اهو البوتوم لايبرري، اخد كل دول كده. بس هنا مش هينفع اخد كوبي وبيست. طب ليه يا باشمهندس ما ينفعش اخد كوبي وبيست؟ لان كل صورة من دول ليها بروبرتيز، ليها خصائص. طول الزرار قد ايه، عمقه قد ايه، عرضه قد ايه. فانا كوبي وبيست هياخد صوره وهميه كده. لا، انا عايز اخد صوره بالخصائص بتاعتها تبقى اكتف بالنسبه لي. عندي حلين: يا اما هنا وانا واقف جوه الايمج لايبرري بتاعتي اهو، واروح ساحب الزراير دي كده اهو. يعني لو سحبت دول كده، خلينا نصغر دي اهو، هسحب دول كده واحطهم هنا دراج اند دروب، خلاص يظهر عندي لما نبص هنا هلاقي ايه اللي بيحصل معايا. ان الزرار ليه خصائص، هيقول لي حجمه قد ايه، الويتس بتاعه قد ايه، الهايت قد ايه، الدبر انش قد ايه، الكالر كمان قد ايه. كل حاجه موجوده بالخصائص بتاعتها. طب دي طريقه. الطريقه التانيه هاجي من هنا كده اضغط كليك يمين واقول له اد ايمج، واوجه الاوبشن بتاعي او الدايركتوري بتاعتي زي ما انا عايز. هقول له روح هنا على السي، هتلاقي حاجه اسمها بروجرام داتا جيربر تكنولوجي. خش على سلويت 2000 ال 3 دي تيرم لايبرري، خش على البوتوم كلها اهي عندك اهو. واقف على اول واحد كنترول ايه واقول له هنا اوبن. هلاقي كل ده نزل عندي موجود عندي في اول لايبرري اللي هي البوتوم. تمام. طيب هتعمل ايه تاني؟ هعمل يبقى دي، بصوا اقف على كل واحده، كل واحده فيها الزرار اللي انا عايزه اهو. هشرح ده باستفاضة عن ال 3 دي ان شاء الله، بس طبعا الحلقة مش هتبقى زي العقد كده 5 دقايق،
لان فيها تسلسل طويل شويه. طيب هنيجي هنا بعد كده اعمل واحده تانية عادي جدا مفيش مشكله. انت عندك ايه تاني في ال 3 دي؟ بعد البوتوم اقول له تعالى انا عايز اعمل للبلاكتس وعايز اعمل للفابريك اهو. تمام كده ستيتش، يبقى هاخد ده كده اهو رينيم واقول له هنا كوبي، واروح جاي واقف في الايمج لايبرري كليك يمين، تمام، اقول له نيو ايمج لايبرري فولدر واقول له هنا سميهولي ده بتاع الستيتش. اوكي، هقف جوه الستيتش ده، كليك يمين اد ايمج، وارجع اقول له لا مش عايز بقى ده، خش هنا خد لي كل دول كنترول ايه اوبن يس اول، ينزل كله عندي هنا اهو. شكل الغرز بتاعتي الستitch اهو، تقف على دي كده يديك شكل الغرز زي ما انت عايز، ما عندكش مشكلة خالص اهو. طيب هنيجي بعد كده عايز ايه تاني؟ هضيف الفولدرات اللي انا عايزها، ما عنديش مشكلة خالص. عندي هنا ده التريكو، اقدر اجي هنا كده واقول له هنا اهو كليك يمين نيو ايمج لايبرري فولدر تريكو، اسميها زي ما انا عايز اهو. وانا جوه التريكو اقول له تعالى كليك يمين اد ايمج، واخش اضيف اللي انا عايزه، ما عنديش مشكله خالص. كنترول ايه اوبن، نزل عندي كل اشكال غرز التريكو. البلاكتس اللي هي العصفوره وخلافه اهو، كليك يمين نيو ايمج فولدر بلاكتس، هخش جواها كليك يمين اد ايمج، وهرجع تاني هنا هقول له تعالى كنترول ايه اوبن، تنزل كلها عندي هنا اهو. شكل العصفوره بتاعت القميص اهو زي ما انا عايز. كده اكون دخلت جوه الايمج لايبرري الصور اللي انا عايزها، واقدر احط صورة معينة في اي مكان وادخلها عادي جدا، ما عنديش مشكلة خالص. واقدر اعمل سكان لاي خامة وادخلها، ما عنديش اي مشكلة خالص. بالتوفيق، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.